هذا أول نظام هيدروليكي في التاريخ قادر على جعل الماء يصعد إلى أعلى متحدياً الجاذبية. بني هذا النظام الهيدروليكي المذهل في القرن الرابع عشر في قصر الحمراء بغرناطة على يد المهندسين المسلمين. يتكون من شبكة معقدة من الأنابيب والتي صممت لتمكن الماء من تحدي الجاذبية والسير صعودا إلى الأعلى. كان الماء يتدفق من النهر إلى القصر عبر وعاء يحتوي على فتحة في القاع، وعندما يتحرك الماء إلى الأسفل عبر الأنبوب تتشكل دوامة تشفط الهواء إلى الأسفل داخل الوعاء الموجود أسفلها. هنا يمتزج الماء مع الهواء ويدفع هذا الماء الممزوج بالهواء إلى داخل أنبوب رفيع. كانت طاقة الماء الكامنة في كلا الأنبوبين متساوية، لكن بما أن الماء داخل الأنبوب الرفيع كان مليئا بفقاعات الهواء فقد كان أخف وزنا وبالتالي قادرا على الصعود إلى الأعلى داخل الأنبوب. كان هذا النظام قادرا على رفع الماء بمقدار 6 أمتار أعلى من نقطة دخوله، مما سمح بتوصيل الماء إلى باقي أجزاء القصر بسهولة.